يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. من طلعة هلالك نظرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن. على صومك نوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. من طلعة هلالك نظرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن. على صومك نوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. والله بعودة 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 والله يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني وجودكم على راسي من فوق. النهاردة بإذن الله هنعمل الزبادي بالشكل والقوام والجمال اللي احنا شفناه في أول فيديو، وسهل جدا ومش هيكلفنا. دلوقتي علبة الزبادي الصغيرة فيها 1.5 معلقة، مش مكملين 2 معلقة، ب6 جنيه. طب ليه؟ احنا ان شاء الله هنعمل كمية كبيرة ب2.5 كيلو لبن. واللبن اللي بستخدمه ده على فكرة لبن بقري مش جاموسي. تحبي انتي تستخدميه بالجاموسي عادي، بالبقري عادي، تحطي من ده على ده عادي، مش هيقولك لأ. بس والله بصراحة القوام تحفة والطعم جنان. سيبكوا بقى من بتاع البره ده خالص، احنا مش عايزين نشتري حاجة تاني من بره. عارفة يعني أسرة تكون مثلا 5 أفراد، تكون 4 أفراد، كل يوم مثلا يجيبوا العدد دوت من الزبادي بالمبلغ ده، هيعمل لهم تكلفة كبيرة جدا طبعا طول الشهر. وعلى ايه؟ لا، احنا نعمله ببيتنا وبايدينا. بصوا بقى، اول حاجة انا جبتها حلة تكون ناشفة خالص، مفيهاش ولا نقطة مية، وتفضي فيها اللبن بتاعك حسب الكمية اللي انت حباها. وبعد كده تروحي واخدة اللبن يا قمر وطالعة بيه على البوتاجاز زي ما انا حطيته عشان تغليه. اهم حاجة بس وانت بتغليه ان انتي اول ما اللبن يبتدي يسخن منك تتنيكي راحة جاية بيه كده بالمضرب، تقلبي فيه تقلبي فيه تقلبي فيه. وهنا كان هيفور برضو، تنتني ايه، اقلب فيه اقلب فيه. دي خطوة اساسية جدا. وبعدين سبته على البوتاجاز لحد ما برد. طبعا برضو وهو بيبرد راحة جاية كده اروح مقلباه بالمبرد لحد ما برد وبقى عامل زي دمعة العين، زي رضعة البيبي الصغير، انك تقدري تستحملي صباعك فيها. حضرت هنا الطواجن وحضرت كمان الكوبايات ديت اللي هحط فيها الزبادي بتاعي. والله يا جماعة والله بجد الزبادي بص خرافة. وما تحطيش الخميرة. بصوا ده كان القشطة بتاعت اللبن، هي طبعا كمنه لبن بقري، وكمان كمنه ما بردش يعني ومتحطش في التلاجة، فالقشطة ما تقلتش قوي. فانا مش هرمي الوش ده، انا هاخده دلوقتي بالمغرفة وهحطه في الخلاط بالشكل ده كده اهو. بص، لميت القشرة كلها او الوش بتاع اللبن في قلب المغرفة كده، وهبتدي بقى ان انا اخد كام مغرفة لبن كده احطهم في قلب الشفشق بتاع الخلاط. طب ليه؟ عشان خاطر هحط دلوقتي الزبادي اللي انا جبته. بصوا بقى، كل كيلو لبن عليه زبدية، كل كيلو لبن عليه زبدية. طيب انا كنت طبعا عاملة 2.5 كيلو، فايه قلت مش مشكلة النص معلقة الزيادة دي مش هتخسر، فانا حطيت 3 علب زبادي. طيب بصوا، ما فيهاش حاجة يا جماعة، والله ما فيها حاجة، 1.5 معلقة بالظبط. فانا حطيت الزبادي زي ما انتوا شفتوا كده في اللبن، وهضربه بقى كويس جدا في الخلاط.
عشان خاطر آه يعني ايه ما يعمليش تكتلات، ويبقى الزبادي بيور كده وناعم وحلو. طيب بالنسبة بقى للبن، ليه ما نحطش الزبادي فيه وهو سخن؟ واوعي تعملي الحركة دي، لان طبعا الخميرة اللي انت بتعمليها من كوباية الزبادي دي الخميرة اللي انت بتعمليها للزبادي. طيب لو حطيتي بقى اللبن او او الخميرة يعني، او الزبادي يعني عليه وهو سخن على اللبن، هيموت الخميرة، والزبادي بتاعك مش هينجح خالص. يبقى لازم نتفق على النقطة دي. طيب انا جيت هنا ضربته في في الشفشق بالشكل ده، ورحت جاية نازلة عليه، نازلة على اللبن كله بقى من اللي انا ضربته في الشفشق بتاع الخلاط ده. وهتنيني اقلب كويس جدا جدا، لازم كل الخليط اللي معايا ياخد من ايه، من طعم اللبن اللي انا ضربته بالزبادي في الخلاط. وبعد كده هروح جاية مفرغاه في البولات. مفيش اسهل من كده يا جماعة، والله العظيم احنا اللي بنصعبها عن نفسنا. يعني انا بعد كده مش هشتري خلاص مش هشتري طول رمضان ان شاء الله، مش هشتري خالص زبادي. ليه؟ خلاص انا عملت الخميرة معايا. يعني انا دلوقتي اما اجي اعمل زبادي مش هروح اشتري بقى خميرة او علبة زبادي عشان اعمل، لا انا هاخد من اللي انا عاملاه وهعمل بيه خميرة، وطول شهر رمضان هنتنينا بالوضع ده. طيب هنا بقى ولادي قالوا لي يا ماما احنا عايزين زبادي فراولة. قلت لهم تمام. عشان تعملي زبادي الفراولة رحت واخدة مغرفتين من اللبن بتاعي اللي هو بتاع الزبادي، ورحت جيت حطيت معلقتين سكر عشان يبقى طعمه زي طعم بره، ورحت جاية مفضية عليه صوص من الفراولة. طيب انتي لو انتي ما عندكيش صوص فراولة ممكن تحطي باكو جيلي. طب ما عنديش جيلي ممكن تحطي شربات فراولة اللي هو بيتباع في ازايز كده في المحلات. يعني انت عندك كذا اختيار، يا اما كده يا اما كده يا اما كده. يا اما بقى لو انت بتحبي مربى الفراولة بالزبادي، بس انا عيالي اصلا بياكلوا المربى بالعافية، ممكن تحطي في الكوبايات او في الطواجن من تحت مربى فراولة، مربى مشمش، المربى اللي تحبيها تحطيها في قعر الكوباية كده من تحت، تروحي جايه مفرغة عليها الزبادي. بس مش هتعملي اكتر من كده. الزبادي هيختم وهيبقى الطبقة بتاعت الفراولة تحت اللي هي المربى، وطبقة الزبادي فوق، وبس كده. مفيش اسهل ولا اجمل من كده. وهعبيهم زي ما انتوا شفتوا كده كل الزبادي. بصوا بقى، لما جيت عملت زبادي الفراولة، طبعا كان اما ضربته في الخلاط كتير عمل رغوة كده، فانا للأسف ما هبطتش الرغوة دي، فانا صبيت من غير ما هبطها. كنت المفروض ان انا عملتها بالمضرب، هبطت الرغوة دي. بس مش مشكلة، هي ما عملتش حاجة، والزبادي طلع زي الفل بتاع الفراولة وكل حاجة، بس طلعت الرغوة اللي هي على وش الكوباية، فاهمين؟ فعشان يطلع مختوم خالص لازم الكوباية تبقى الرغوة دي تبقى مش موجودة خالص، ما تعمليش خالص في الزبادي رغوة. فدي غلطة برضو انا حبيت ان انا اعرفها لكم عشان خاطر ايه. آه انا عيالي كانوا حواليا كانوا بصراحة روشني كلهم بقى فرحانين طبعا بقى خلاص رمضان. على فكرة انا عاملة الفيديو ده يوم الاربع بالليل، والزبادي قعد قد ايه، قعد من بالليل لحد تاني يوم اللي هو الخميس بالليل، عشان طبعا احنا في الشتاء. ممكن تطلعيه قبل كده على فكرة، بس انا اللي بصراحة ما كنتش في اليوم ده في البيت، فسهيت عليه زي ما بيقولوا. فانتي برضو تشوفيه، لو حسيتي انه ختم معاكي تمام خالص خديه بقى حطيه في التلاجة. حسيتي ان لسه قدامه شوية يبقى تسيبيه. بس هو لو في الصيف هيبقى بأقل من كده، ممكن بعد 4 ساعات تاكلي منه عادي مفيش اي مشكلة. فهو قعد معايا يعتبر يوم من 8 بالليل لتاني يوم 8 بالليل، يعتبر ايه 24 ساعة. بس كده، فهو ده بقى الوقت اللي هو الزبادي هيحتاجه معاكي آه، في التخمير يعني. بس مش هتحتاجي انتي اكتر من كده يعني. هنا بقى رحت رصة الحاجات بتاعتي، الكوبايات بتاعتي في قلب الصينية ديت. الصاج اللي هو احنا بنخبز فيه في الفرن يعني.
عشان هو ده اللي كان بصراحة واسع واخد كل الكميات. بصوا اللهم صل على النبي، عمل كمية قد ايه يا جماعة. آه طواجن وكوبايات وفراولة وسادة. بصوا يعني تشكيلة حلوة خالص. جبت بقى المية دي تكون مية مغلية، وتكوني مدفية الفرن بتاعك جدا 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 فوق ما تتخيلي. واهم حاجة تروحي مغطية الزبادي بتاعتك بفوط مطبخ تكون نظيفة، عشان البخار اللي هيطلع. القماش طبعا انتوا عارفين انه بيمتص البخار ده. وتروحي مدخلاه محضناه في قلب الحضانة في قلب البوتاجاز لحد ما قلتلك اليوم اللي يعدي عليه. تعالوا بقى نشوفه اهو. بصوا بقى، يا سلام يا سلام، احلى زبادي. شفتوا الختام؟ بصوا انا حاولت اجري بالكوبايه كده عشان لسه الميه فيها اهيت، انا والله ما حطيته حتى لسه في التلاجة، يعني انا طلعته على طول ووريته لكم. بصوا ما بيتقلبش. بصوا القوام والنعومه والحاجه تحفه. بصوا كمان هجيب لكم الطاجن، انا جربت لكم الكوبايه، اجرب لكم كمان الطاجن اهو. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، خاتم جدا وحلو جدا واحلى من بتاع المحلات. بلا بتاع محلات بلا كلام فاضي، احنا مش بتوع كده، احنا بنعمل كل حاجة في بيتنا. ودوت الزبادي الفراولة. الكوباية ديت كانت يعتبر اخر حاجة في شفشق الخلاط، فهتلاقوها ناعمة من فوق، ما كانش عليها رغاوي. بس والله كله تحفة. وبالهنا والشفا طبعا لولادي، لانهم اول ما الزبادي طلع بالهنا والشفا كل واحد فيهم اديته كوباية من الفراولة. وكل سنة وانتم طيبين.